السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض الرز المعمر او الرز المدسوس من غير فرن، وكمان هنعرف ازاي نعاير اي صينية رز بشطارة من غير مقادير، وكمان مش هتطلع منك معجنة ولا مش مستوية. اتمنى بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو لقناتي على اليوتيوب، وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. ويلا بينا نشوف الفيديو مع بعض. طبعا اكتر اكلنا او طبخنا بنعمله من غير مقادير، فالمرة دي هنعمل برضو الرز من غير مقادير، ولا هنستخدم كوبايات ولا كيلوهات ولا اي حاجة من دي. معانا صينية الرز بتاعتنا اللي احنا متعودين نعمل فيها، اي مقاس اي برام اي حاجة انت عاوزاها. هنحط الرز في الصينية ونقلب فيها رايح جاي زي ما انا عملت كده. وتاخدي بالك ان ايدك هتحس اذا كان مقدار الصينية خفيف او ولا الرز تقيل فيها ولا مظبوط. طيب مش هعرف اعمل كده، هقولك على طريقة تانية تتأكدي منها اذا كان مقدار الرز صح ولا غلط. هتتاكدي ان الرز اللي معاكي دوت يعني ايه تلت الصينيه، واخد تلت الصينيه، والجزء الفاضي في الاحراف ده هتقيسيه هتلاقيه ان هو تلتين الصينيه. طب ازاي؟ هحط صباعي كده هيبقى الرز بمقام عقله صباع، والجزء الفاضي من الصينيه واحراف الصينيه دي هقيسها هلاقيها عقلتين 2 صباع. يبقى كده انا مقداري مظبوط. طب مثلا لو الصينيه بتاعتي مثلا الجزء الفاضي فيها اقل من عقلتين 2 صباع، يبقى الرز هيخف شويه بمقام 1 سنتي او اقل من عقله صباع، حاجه بسيطه خالص. طبعا كده المعلومه وصلت. هنا بقى هنعمل الرز بتاعنا، حطينا الرز وغسلناه كويس، وانتي كمان هتتاكدي من الرز وانتي بتغسليه. طبعا هتحطي ميه كانك حطيتي لبن، وانتي بتغسليه بقى في الميه كده هتلاقيه مقداره خفيف او تقيل او مظبوط. هتلاقيه ايه؟ لو تقيل طبعا هتلاقي الرز كتير معاكي، لو خفيف هتلاقي الرز مفيش كانك مفيش رز، لو مظبوط هتحسي ان الرز فيه مظبوط كده ايه في الصينيه. طبعا هنا معانا المقادير: 2 كيلو لبن، والرز بتاعنا، و3 معالق كبار قشطه، ومعلقتين كبار سمنه بلدي، والملح بتاعنا. وهنقلب كله. اول حاجه هنحط السمنه والملح وهنقلبهم في الرز الاول، وبعدين نحط اللبن ونقلب اللبن مع الرز مع السمنه كله علشان ما تبقاش حته تستوي وحته ما تستويش. هنا حطينا بقى في الحله بتاعتنا، الحله الجميله بتاعتنا ديت حله الرز اللي احنا ليها استخدامات كتير، ولسه ان احنا هنعمل فيها كمان حاجات كتير خالص. هنحط الرز في الحله وعلى نار عاليه بقى لحد ما الرز يشكل. يعني ايه يشكل؟ يعني يتشرب اللبن اللي فيه. وطبعا انا هنا بوريكم الوقت للتاني ان الرز الوش بدأ ان هو ايه يحمر. طبعا هنا الرز الشرب بتاعنا هنوطي بقى النار عليه علشان قعره يحمر شويه. طب اعرف منين ان قعره احمر؟ اول ما اطرافه تحمر خلاص كده يبقى قعره احمر وبقى كويس، وطبعا تشببيه وتشوفيه استوى او لا. وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.